مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. مش كل حوار يستاهل الكلام، مش كل نقاش يستاهل طقطق، وأحيانا الانسحاب هو أعلى درجات النضج. الحوار مش معركة، الحوار الناضج بيبدأ من الاحترام، مش من رغبة في الكذب. في الحقيقة في ناس بتدخل في حوارات علشان تغلطك مش تفهمك، وفي ناس مهما اتكلمت معاهم كأنك ما قلتش ولا كلمة. الحوار مش دايما الحل، الحوار بيبقى حل بس لو الطرفين عايزين يوصلوا الحل. لو اللي قدامك عاقل ومحترم بيسمع وبيفهم، أهلا وسهلا بالحوار. لكن لو مغرور ونرجسي وصليد داخل الحوار عشان يثبت انه الأذكى، يبقى وفر على نفسك المجهود. السكوت هنا أنضج، والانسحاب مش هروب، ده وعي. تعالوا أحكي لكم عن نهال. كانت بتحاول تحل خلاف بسيط بينها وبين زميلتها. هي بعتت لينا على رسائل الصفحة وبتقول أنا عايزة الناس كلها تعرف حكايتي. نهال بتقول رحت لزميلتي علشان أحل الخلاف اللي حصل بيني وبينها، علشان مش عايزة أخسرها. قلت لها تعالي نتكلم ونفهم بعض، لكن اتفاجئت من ردها عليها. حست انها مش شايفة غير نفسها. ردت بكل برود وقالت لي مفيش حاجة تتفاهم ما بيني وما بينك، اصلا انت اللي غلطانة. وبدأت الكلام بقى بصوت عالي، تجريح واتهامات. بقت مصدومة من رد فعلها، وان هي ازاي هان عليها العشرة كده والعيش والملح. نهال بتقول خرجت من الحوار تعبانة أكتر ما دخلت. كنت داخلة أصلح، خرجت وأنا مكسورة. حاولت أنساها وأقطع علاقتي بيها، لأنها هي اللي عايزة كده. من يومها قررت مش كل باب يتفتح لازم أدخله، مش كل نقاش يستاهل طاقتي. علشان كده عايزة أقول لكل حد اوعى تفتكر إن الحوار دايما حل. الحوار مع ناس مش مستعدة تفهم، ناس داخلة بس تهاجمك، ناس ما تعرفش يعني ايه احترام رأي، ناس شايفة نفسها مراية للحقيقة. كل ده مش نقاش، دي معركة ما تستحقش تاخدها. تعالوا اقول لكم شوية نقط نقيم بيها هل ينفع اعمل حوار ولا بلاش احسن. قبل ما تدخل حوار اسأل نفسك هو ده الشخص اللي هيفهمني؟ لو حسيت ان الكلام بيكسر مش بيقرب انسحب بهدوء، وفر طاقتك لناس اللي تستاهل. لو حد بيستغل الحوار عشان يهاجمك تجاهله، ده مش نقاش، ده قاصد يقلل منك. وما تنساش ان اوقات السكوت بيكون ارقى واقوى رد هو انك ما تردش. وساعات الانسحاب بيكون انضج، وساعات التجاهل بيكون حفاظا على نفسك. ما تحاولش تشرح لحد مش عايز يفهم، وما تناقش اللي جاي يهاجم مش يسمع. الحوار الناضج مش معركة ولا تحدي، الحوار الصح بيكون بين اتنين عايزين يوصلوا لنقطة تفاهم. احفظ طاقتك واديها لحد يستحقها. قولولي امتى انسحبت من حوار علشان تحافظ على نفسك، وهل ندمت ولا ارتحت؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، بس خليك أذكى من انك توزع على الناس مش عايزة تفهمك. مش كل كلام يستاهل يطلع من قلبك، ومش كل حوار يستاهل وقتك. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة.